السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنقدم لكم أخبار الكرة المحلية والعالمية، فيلا بينا نبدأها مع بعض. الأهلي يؤدي مرانه اليوم على ملعب جامعة بريتوريا. مدرب بيترو أتلتيكو اللعب في الساعة 13 في جنوب أفريقيا. هي حرب نفسية لوضع اللاعبين القادمين من شمال أفريقيا في أجواء مختلفة عن تلك التي اعتادوا عليها. حرص الدكتور إيهاب علي أخصائي التغذية بالنادي الأهلي على وضع برنامج غذائي خاص للاعبين للتغلب على نقص الأكسجين. يحتفل سيد عبد الحفيظ اليوم بعيد ميلاده ال46. جيران كيكانا مدافع صن داونز: يجب علينا حسم التأهل أمام الأهلي في جنوب أفريقيا قبل مباراة العودة في القاهرة. عقد مارسيل كولر اليوم اجتماعا مع المعاونين عقب الوصول إلى فندق الإقامة بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا للتحضير لمباراة صن داونز. محمد عمارة لاعب الأهلي السابق ينصح فتوح بعدم الانتقال للأهلي، وأكد أن اللاعب يلعب بشكل أساسي في نادي الزمالك، وإذا انتقل إلى النادي الأهلي سيجد صعوبة في اللعب أساسيا في ظل وجود علي معلول. حاتم بطيشة معلقا اليوم على مباراة الزمالك وإنبي في الدوري. أسر يحذر اللاعبين من خطورة رفيق كابو وأحمد أمين أوف. فيوتشر ينفي عودة محمود جنش للزمالك، ويؤكد أن الفريق متمسك بحارس مرماه. تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة إنبي اليوم: في حراسة المرمى محمد عواد. في الدفاع أحمد فتوح، مصطفى الزناري، حمزة المسلوسي، عمر جابر. في خط الوسط دونجا ورؤى. وفي الهجوم زيزو، شيكابالا، وأوباما، ومصطفى شلبي. عبد الله السعيد في تصريحات: زيزو وأفشة قادران على التألق في الدوري السعودي. أخبار عالمية: سيغيب عن برشلونة في الكلاسيكو كل من كوندي وسيرجيو روبرتو وبدري. وسيغيب عن ريال مدريد كل من إيدر ميليتاو وأردا جولير وداني سيبايوس. توماس توخيل يؤكد عودة مانويل نوير لحراسة مرمى بايرن ميونخ بعد غياب لمدة 10 أشهر عن الملاعب. تشافي يرفض التعليق على حكم لقاء الكلاسيكو، ويؤكد إمكانية مشاركة روبرت ليفاندوفسكي في المباراة. وفي النهاية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.